لو قالوا لك هتعمل عملية قلب أكيد هتفكر في شق الصدر والجرح الكبير والمعاناة بعد العملية. دلوقتي في طريقة إجراء حديثة لعمليات القلب بالتدخل المحدود أو بالمنظار، ودي بنفتح فتحات صغيرة جدا لا تتعدى 5 سنتي عشان نجري من خلالها معظم عمليات صمامات القلب وبعض عمليات شرايين التاجية. طيب ايه هي الحالات اللي ينفع فيها تدخل محدود؟ هو حالات تغيير او تصليح الصمام الاورطي، حالات تغيير او اصلاح الصمام الميترالي، الثقب بين الاذينين، بعض حالات تمدد الشريان الاورطي الصاعد، وبعض حالات الشرايين التاجية اللي هي محتاجة شريان واحد او 2 بالكثير. مميزات التدخل المحدود انه اولا جرح صغير يعني ألم قليل، إقامة في المستشفى أقل، نقاهة فترة سريعة جدا، يعني ممكن المريض يرجع عمله بعد أسبوعين. لو أنت محتاج عملية قلب تعال لنا في عيادة جراحة القلب والصدر في مستشفيات أندلسية، وإحنا هندلك على الطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة لحالتك بالظبط إيه.